السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نحييكم من هنا من سد وادي قبي في بلدة الشوعية بولاية تنقل، وتواصل الأعمال الميدانية والإنشائية في هذا السد، والذي وصلت نسبة الإنجاز أكثر من 95%. طبعا جهود أهلية ومجتمعية، وأصحاب الأيادي البيضاء نقدم لهم جزيل الشكر والتقدير على ما يقومون به. نقول لكم في ميزان حسناتكم، وما نقص مال عبد من صدقة. سوف ناخذكم في جولة للأعمال الميدانية لليوم، طبعا الثاني من ديسمبر عام 2023، وراح نتجول في أماكن مختلفة ونتعرف على نسبة الإنجاز، ونلتقي أيضا بالمشرفين وكذلك أيضا بالزوار. متابعينا طبعا يعني بعض الشباب جزاهم الله خير دائما يشاركوا في السد، ولكن طبعا يلبسوا ملابس طبعا يعني اخرى، يعني ملابس يعني تكون يعني ملابس عمل، يعني يلبسوا ملابس عمل تناسب مريحه وسلسه في العمل. نعم. يعني نتحدث، اتعرف عليك عمر. معك عمر عبد الله البادي من قريه شواوي. ما شاء الله عمر، انت ما شاء الله اسبوعيا. هي نعم، اسبوعيا مستمرين مع الجماعه هذه، لان ان شاء الله نخلص العمل. يعني لما نزل المقطع ذيك اليوم وانتم يعني لابسين هذا الزي، قالوا انتم يعني هذا مش عمانيين اللي يشتغلوا في السد، فاحنا حابين ايضا نوضح من خلالك هذه الرساله. لا اللباس ما شرط عماني او وافد او اخر، يعني لبس هذا طبيعه العمل، يعني طبيعه العمل ما تناسبك ندور عمانيه وغتره عمانيه وكمه، يعني العمل هذا يبقى لبس مريح عشان انك تكون سلس في العمل وتتحرك باريحيه. تشوف يعني نشيل حصى، نشيل سميت، اذا لبست كندوره يمكن تطيح، تعثر، تصاب في الموقع العمل. واذا لبست هذا اللباس يعني تكون اكثر سلامه واكثر سلاسه واكثر حريه في العمل. ما شاء الله. اي نعم. شكرا عمر، احسنت. العفو يا استاذ، احسنت، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الأخ محمد. تعرف عليك. سيف سليمان البادي من منطقة الروضة. ما شاء الله سيف، مشاركين ما شاء الله. اي نعم. اسبوعيا تشاركوا؟ اسبوعيا الحمد لله رب العالمين. لابس ما شاء الله لباس عمل، يعني لباس العمل هذا. نعم. يعني حدثنا عن اللباس، عن قصة اللباس. هذا لباس العمل. نعم. أحسن عن الكندورة يعني وكذا. يعني طبعا يعني تاخذ راحتك ايه تاخذ راحتك في الشغل وكذا. يعني كيف شايف العمل هنا؟ العمل طيب ما شاء الله، على قدم وساق. الحمد لله رب العالمين. والشباب متكاتفين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جزاك الله خير اخ محمد.